كلامك ممكن يكون صحيح لو الإله عندك أصلا تعهد بحفظ الكتاب، لكن على العكس تماما هو ترك مهمة الحفظ وحط لها عقوبة في الكتاب المقدس. وفي القرآن على فكرة برضو بما استحفظوا من كتاب الله، يعني هم اللي استحفظوا عليه. فلو الإله عندك تعهد بحفظ الكتاب هقولك ماشي، لكن كل النصوص اللي انتوا بتستدلوا بيها قاطعينها من السياق. تخيلي، السماء والأرض تزولان وكلمة واحدة من كلامي لا تزول. مثلا النص بتاع إنجيل متى 5 17 و18 و19: لا تظنوا أنا جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل أكمل، فأنا الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون هذا كله. النص ده بيتكلم عن الناموس، مش بيتكلم عن الكتاب كله. النص اللي بيقول السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول ده بيتكلم عن نبوءات المجيء التاني. النص اللي بيقول لأني ساهر على كلمتي لأجريها يعني أنفذها، وبيتكلم عن الوعود بحسب السياق، وهكذا كل النصوص كده. العقوبات بقى عندك موجود مثلا في عقوبة في سفر الرؤيا 22 18 و19: لأن أشهد لكل من يسمع أقول نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة. لو تحريف الكتاب مستحيل يحصل، ليه الإله هيحط له عقوبة؟ فكري بعقلك. وبعدين الواقع بيقول يا فندم ده كتابك اهو، ده الكتاب المقدس وده الكتاب المقدس وده الكتاب المقدس. كل دول ترجمات للكتاب المقدس باللغة العربية فقط، خلي بالك، باللغة العربية فقط. ففكري بعقلك وبلاش مكابرة وخلاص. عموما أهلا بيك يا فندم.